مرحبا، يسعد لي أوقاتكم بكل الخير يا رب. إن شاء الله تكونوا بألف خير. مثل ما شفتوا بداية الفيديو نازل عنا مطر تقريبا نحن بنهاية حزيران، ما شاء الله، الحمد لله رب العالمين على هالنعمة. طبعا أنا رحت على السوق واشتريت خضرة، جبت بندورة وخيار وبطاطا وجبت قطع فروج. طبعا أنا ما بكتر خضرة بسبب الكهرباء اللي عنا ما كتير بتجي، فبخاف تنتزع. طبعا هون رح اشويهم للقطع. فاول شي بغسلهم منيح منيح، بغسلهم حوالي 5 أو 6 مرات، وحطيت لهم خل تفاح، واذا ما في خل تفاح مو مشكلة، خل ابيض. بتركهم ينتقعوا حوالي كمان ال4 ساعات 5 ساعات للتعقيم، ومشان تخلص من الهرمونات اللي فيه وليساعد على الاستواء التام على الفحم. طبعا هون رح شقشقهم، بشقشقهم منيح مشان تدخل عليهم التتبيلة ويتشربها منيح. طبعا انا كنت عاملتهم اول مرة، وهلا رح ارجع زيد عليهم شوي صغيرة بس لأضمن انه التتبيلة تفوت عليهم منيح، ولا تضمنوا تاخدوا أطيب طعمة للمشاوي رح تذوقوها. طبعا تابعوا الفيديو لنهايته لأنه في تفاصيل كتير مهمة بالشوي هي اللي بتعطي هالطعم الطيبة وهالمنظر الرائع. وهلأ رح جهز أدوات السلطة. هذا الليمون الحامض من عندي، وفي بندورة وخيار ونعنع وبقدونس. طبعا نقعتهم بالملح والخل كمان للتعقيم. وهون تتبيلة الفروج اللي هي عبارة عن ملح وثوم، طبعا ثوم حسب الرغبة بس بكتر له أنه أطيب، وزيت زيتون وحامض ودبس فليفلي. طبعا هالدبس الفليفلي حد عندي فما كتير كتر. هلأ رح خلط الثوم والملح مع دبس الفليفلي وزيت الزيتون والحامض، وبعدين بدهنهم على الفروج وبحيث انه يدخلوا تماما فيه. وهالدبس الفليفلي كمان تعطيه لون حلو، مو بس طعمه كمان لون. فعلا هالطريقة روعة، وللعزائم فعلا طريقة غير شكل، رح يضلوا يحكوا عليها شهور عن طريقتكم. أطيب المطاعم بكتير، جربوها ورح تدعولي إن شاء الله. كمان بتركن ينتقوا حوالي ساعتين لحتى يتشربوا التتبيلة منيح. وهلا عم برتبهم بالشواية. طبعا ما تشوفوا الكمية قليلة، انا بعمل على القد لحتى ما يزيد عندي، لانه ما عنا كهرباء فبينتزع اي شيء بالبراد، فبحاول يكون اكلنا على القد تماما. طبعا هاي التتبيلة برجع بزيدها على القطع لحتى يعطي نكهة كتير طيبة على الفحم. هاي الحركة هي اللي بتعطيها النكهة. واكيد مشاوي بدون محمرة ما بيصير. للمحمرة حطيت بقدونس وبندورة مبروشة وحبة البركة، وهدول قطعتهم للسلطة، نعناع وخيار وبندورة وفليفلة. هاي المحمرة دهنت الخبزة بزيت الزيتون، وبعدين دهنتها بدبس الفليفلة، وحطيت عليها بندورة مبروشة. طبعا البندورة المبروشة هي النكهة الطيبة فيها أكتر شي. ورشيت عليها البقدونس وحبة البركة، وشوفوا لي على هالمنظر شي بياخد العقل. وهون ابني حب يساعدني. جربوا كمان طريقة المحمرة رح تعجبكم كتير كتير. هاي المحمرة على الفحم تعطيها نكهة رائعة على الفحم. طبعا المحمرة إلها كتير طرق، وأنا رح أعمل كذا طريقة قدامكم. طبعا بس هاي الطريقة فعلا رائعة. وهاي المايونيز جهزته كمان، رح أترك لكم إياه بفيديو قصير تشوفوا الطريقة. تركت لكم صوت الحطب لحتى تعيشوا معي هالأجواء الحلوة. طبعا هون بقلب القطع كل دقيقة أو دقيقتين، ما بتركن أكتر لحتى ما تتغير طعمتهم. وشويت معهم باذنجان وبصل وبطاطا، وبضل بقلبهم كل دقيقتين بقلبهم. تبعوا الخطوات اللي عملتها ورح تحصلوا على نكهة كتير طيبة. هاي الطريقة أطيب من المطاعم بكتير، يعني لا روح على المطاعم ولا جقة ولا تعب، بالعكس ببيتكم بتقعدوا على نظافة، بتعرفوا شو حاطين فيهم. هلا مثل البهارات أنا بشتريهم حب وبطحنهم عندي بالبيت، لأنه البهار كتير ناعم ما بنعرف شو حاطين فيه، فما بحب أنا من السوق. هاي الشغلات اللي بتنطحن بالبيت واللي بتتجهز بالبيت كلها هاي بحبها تكون بالبيت، ما بحب جيب شي من برا وأنا فيني أعمله بالبيت. مثل دبس البندورة كمان، مثل دبس الفليفلة.
طبعا هون حطيت المحمرة على الحطب، حطيتهم بالشواية كمان مثل الفروج بشوية، بقلبها أقل من نص دقيقة لأنه هي سريعة بالاستواء. طبعا وزيت الزيتون بيعطيها نكهة كتير طيبة، ما تستخدموا زيت نباتي نهائيا، ما أنا طيبة بالزيت النباتي، زيت الزيتون هو اللي بيعطيها النكهة. حاولت قد ما فيني أعيشكن هالأجواء اللي عشناها بهذا اليوم، فعلا الأجواء كانت كتير رائعة. كتير بحب أجواء المطر، أجواء الخير والبركة، الحمد لله رب العالمين على هالنعمة. تطلع ريحة الأرض كمان، إلى الأرض ريحة كتير حلوة. هون بعد ما جهزوا شايفين لساتهم سخنين كتير، والبصل المشوي والسلطة، وجربون ورح تعجبكم كتير إن شاء الله. وشكرا لكم كتير على المتابعة.